عسلامة. باش نتوجه لكم من الدار اليوم. مضطرة مرة أخرى، يظهر لي باش تسمعوني برشا، أما عندي رسالة موجهة، رسالة ابعثتها دونك باش نقراها لكم كيف ما هي، باش ناس تكون على بينة مما يقع، والأشخاص الكل المتورطين تم تسليم الملف للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ناس للأسف الشديد نقول عليهم زملاء، وهذا الكل بتحريض من الكاتب العام الجهوي للاتحاد، وللأسف ما همش فايقين باللي هما طاحوا في بياج كبير من شخص ما عاش فاهمين هو مع شكون. باش نقرأ لكم الرسالة كيف ما هي، ومن بعد عندي تعليق كبير باش نقولوا على الموضوع، وباش نوجه كلام برشا لبرشا عباد. النص اللي كتبته اليوم باش نتوجه ديريكت لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، الأخ نور الدين الطبوبي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بكامل تراب الجمهورية، إلى الاتحاد الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام، إلى الاتحاد الذي يعتبر رئيس البلاد، إلى الاتحاد الذي ساهم في بناء الدولة الوطنية، في الناس الشرفاء. تحية نقابية إلى أبناء حشاد. أتوجه إليكم جميعا، أنا نويل محمودي، عندي صفة مبلغ عن الفساد ومتحصل على الجائزة الأولى لمكافحة الفساد. اخترت هذا الطريق رغم قلة السائرين فيه ورغم صعوبته، وكنت أعلم مسبقا مخاطره. اليوم اتحاد سوسة في صفة الكاتب العام الجهوي قاسم الزمني بسوسة مؤامرة باعترافه في نص مكتوب، مؤامرة بنص مكتوب وتصريحه المباشر في الإذاعات. هذا الشخص يتبحجح بنقلتي ويهرسل المدير الجهوي للصحة بسوسة. شوفوا الخور وين نحن واصلين في تونس، لأنه التزم بتطبيق القانون ورفض هرسلة الزملاء ورفض تهجمهم داخل الإدارة وموثق صوت وصورة، وطلب تحقيق في الغرض في ملف الحال، أدوية منتهية الصلاحية وبرامج ضائعة، وملف كبير برشا حكيت عليه الصباح، كبير برشا. وصل الأمر بالكاتب العام الجهوي إلى مخالفة مهامه الموكلة إليه، وهو الدفاع عن منخرطي الاتحاد حسب الفصل 243 من مجلة الشغل، الذي يحدد مهمة النقابات الدفاع لا غير. يا سيد الكاتب العام الجهوي، وأذكره أن مجلة الشغل لم تذكر كاتب عام جهوي في إحدى فصولها القانونية، ما ذكرتش، قالت ثم كاتب عام جهوي هو اللي نقل العباد كمسؤول على النقل، بل هناك ضوابط. يا سيد الكاتب العام الجهوي الاتحاد، نحب نهنيك اللي أنا ما عندي حتى حاجة نخاف منها، واللي أنا مانيش باش ننقل، واللي أنا تسلمت المكتب متاعي كمسؤولة على البرنامج الوطني للسل، واللي الناس اللي تحمي فيهم اليوم بعد ما نكمل باراجراف صغيرة ما زلت باش نقولك شنو عملوا بالواحد. نحب نذكر الجميع أين الفرع الجامعي للصحة بسوسة الذي، وعليها برشا نقاط، الذي ألغيت نتائجه. يا قاسم الزمني تنجم تفسرنا علاش تمت إلغاء النتائج من الطبوبي؟ أنا نقولك علاش. الذي ألغيت نتائجه من المركزية النقابية بعد التأكد من الإخلالات التي مارسها المسؤول الجهوي بسوسة. أنت أدعو جميع أحرار المنظمة إلى إلجام هذا الشخص في جلباب مسؤول بالاتحاد. للأسف الشديد قعدنا نكعروا في نفس الموضوع، ولكن هذه رسالة أعطيتكم جزء منها للمركزية النقابية وللطبوبي والفرع الاتحاد في باريس، باش يكون عنده نسخة زايدة، واتصلوا بيا مشكورين يعطيهم الصح. بالحق تونس فيها رجال في الداخل وفي الخارج. المجموعة اللي قاسم الزمني حرضهم وهزهم للاتحاد وعملوا نقلة جماعية
يحبوا ينقلوا خاطر ما عادش ينجموا يخدموا في الإدارة اللي فيها مبلغ عن الفساد. نقول لكم شنو لا صار. واحد منهم زميل تجرأ ومثبت لدى التفقدية في التقرير، نحى خط الهاتف والانترنت من مكتبي وحلوا وسكروا، مثبت لدى التفقدية رسمي، خاف مش في باله باش يحمي روحه بالاتحاد. زميل وزميلة موجودين في الديبو ريجيونال، المخزن اللي لقينا فيه كميات هائلة من الأدوية منتهية الصلاحية ومليوناتات من الدنيا الكل ودويات وشيء كبير. معناه نزيدكم زميلة على أبواب روتريت، على خاطر أنا نوال محمودي تكلمت على ديكلاراسيون اوبليغاتوار في وفيات متاع وليدات صغار وموجود الشكاية متاعي لدى الوزارة، تم تجميدي مدة شهرين، والبرنامج الوطني اللي كنت أنا مسؤولة عليه للأسف الشديد بنوت انترن عطيناها للوزارة، واللي عطاها باش تحمل مسؤوليته القانونية أعطاوها إلى مسؤولة سابقة تمت معاقبتها وتنحات من الرائد الرسمي، وذلك لثبوت عديد شبهات الفساد في ميناء سوسة وقضايا أخرى، وعندهم قضية في الابتدائية 2 في تونس بخلاف اللي موجودة في الابتدائية 1 في سوسة. أعطوها البرنامج الوطني متاعي، والمسؤول اللي أعطاها البرنامج متاعي سيتحمل المسؤولية الجزائية وباش ترفع به قضية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. من بعد خذيت برنامج آخر راقد ما خدموا حد، اكتشفت فيه الخور اللي ما تصوروش في بالك والماكينة اللي ما ثماش والدنيا الكل. المجموعة هذه الكل اللي متورطة في شبهات فساد حاولت التأثير على المدير اللي موجود، اللي فهمته اليوم انه ما هوش معاه، ان شاء الله يكون الكلام هذاك هو صحيح، واللي فهمته اليوم انه يستنى في النتيجة شنو باش يصير، رغم انه هو يعرف والناس الكل وتقارير التفقد موجودة والدنيا الكل. الناس خافت من الملف هذايا. علاش؟ الملف هذايا راقد عنده مدة. التساؤل الذكي اللي باش يصير من الوزارة متاع الصحة، واللي باش يصير من رئاسة الحكومة، واللي باش يصير من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعرفوني فيت فين وصل ما نخليش عندي حتى شيء وبالوثائق. اللي باش يصير تو شنو؟ دواء يجينا من وزارة الصحة ودواء يجينا الدواء هذا يرقدوه في المخزن الجهوي وما يتعطاش للمرضى. هذاك علاش هما خايفين وعملوا الوقفة هذيك. تحبوا تخرجوا كل من الإدارة اخرجوا، أنا راني نخدم وتسلمت مكتبي أموري واضحة وما تقلقونيش برشا. معنا أما راكم باش تسلط عليكم عقوبات كبيرة. يخليوا الدواء بيريمي ما يتعطاش للمريض. نهارت اللي يتيح بيريمي لهنا شكون؟ المريض خسر، وزارة الصحة خسرت، ولكن شكون اللي ربح لهنا؟ الشركة التي ستقوم بعملية الإتلاف، لأنه الإتلاف أغلى من الدواء. لهنا نعم بوان دانتروغاسيون كبيرة، وأتمنى أنه ما يكونوش الزملاء طاحوا في البياج هذايا متاع شركات اللي تعمل الإتلاف وما طاحوش في حكاية أكبر من أنه دواء يوصل بيريمي. هنا مشكلة كبيرة يا سيد وزير الصحة ويا إدارة ويا المدير متاعي اللي لوطة. اليوم تم منعي من العمل، ولكن الحمد لله خذيت بلاستي ولاباس، ما نجمتوا تعملوا لي شيء بقرار من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ولكن للأسف الشديد ليس هناك إرادة للتغيير. نفس الأشخاص، نفس الوجوه، ونفس الشخص الذي تم تنحية قرار الحماية له، واللي نفس الشخص هذا الكاتب العام الجاوي بسوسة هو اللي هزوا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقت شوقي الطبيب وعملوا له قرار حماية، ونفس الهيئة نحات له قرار الحماية على خاطر كشفت الإخلالات وتواطأ الشخص هذايا. يظهر لي عرفني شكون الناس الكل. الغريب في الأمر إنه التماطل التو تقرير ما خرجش، عطيناهم حاجات واضحة. باش نكمل لكم حاجة أخرى يا توانسة، مصيبة أخرى سامحوني.
خاطر انا مادامني شديت الطريقه دي شديته سيبا مع اللي رجعت فيه. المسؤولة الطبيبة التي تمت تنحيتها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نوفمبر 2019، وكان من واجب المسؤول انه يرجعها تخدم في مكان اخر، تركها واعطاها بيرو معانا. المسؤولة هذه اللي اعطاها البرنامج متاعي السابق واللي متورطة في ميناء سوسة، تعرف شنو عملت؟ يا سيد وزير الصحة يلي البارح في التلفزة يسألوا فيك على الفاكسي جريب، نقولك فاكسي جريب في سوسة ونمشيت. السيدة هذه في عملية ما نجمش نعرف أنا شنية انتقامية شنية ما نعرفش، هي تجاوب الشعب وهي تجاوب وزارة الصحة، خرجته الكل وحرمت منه الإدارة الفرعية للصحة الأساسية والإدارة الجهوية بكل مفاهيم العباد. وين مشيت الفاكسي جريب؟ نعرفوش كيفاش شنية الحق اللي خلاها هي تعطي الدواء هذا وتخرج الفاكسي جريب غير قانوني في سكوت تام للسيد المدير اللي مش عاجبه وجودي في الإدارة، أما راني موجودة، في غياب تام لوزارة الصحة اللي بالحق للأسف الشديد عندكم مسؤولين غير مسؤولين في إدارات لوطة. السيد المدير الجهوي للصحة مشكور في هذا الكل، حل تحقيق، كلامي الكل صحيح. ونزيدكم باش نحكي على البيسيير والتيست رابيد، واحد من اللي مصاحين وما يحبنيش نخدم معاه جاب التيست رابيد ولكن اختفى بقدرة قادر التيست رابيد كورونا، ما نعرفوش اسكو التيست رابيد هذايا من الوزارة ناقص، من مجمع صحة تهز، من الديبو ريجيونال تهز اللي ديجا بطبيعته خارب بكله بيريمي ولا فيه اوراق ولا اونتري ولا سورتي، بوان دانتروغاسيون. هنا زوكم تفهموا تواطأ قاسم الزمني الكاتب العام الجاي مع الناس هذوما. علاش نزيدكم في الطيني بلا البي سي ار تعمل للمعمل وطلعت النتائج الكل نيجاتيف في سبيل انه المعمل هذا ما يتسكرش ويقعد يخدم، وبالتالي انتشار العدوى فيك يا سوسه بالكورونا. زيدوا كذبوني، نتحداكم الكل تخرجوا تكذبوني تو، خاطر تو باش نولي نضرب فيكم على بعضه وبالوثائق زايده، كان تحب زجلكم الاوراق. يا سيدي زوز مواطنات تحليلهم ايجابي ربي يشفيهم. البروتوكول القديم اللي خدموا به يقول باللي مجمع الصحة والمستشفى الجامعي الولاية المعتمدية الدائرة الصحية وطب الشغل هم المسؤولين على تحليل البي سي ار للناس الكل باش نجموا نختاروا لي فري كونتاكت صحاح، خاطر الطبيب الخاص ما عندوش فكرة وما يعرفش ومش عامل فورماسيون. نتحداهم يقولوا لي طبيب خاص عامل فورماسيون في البي سي ار هذايا. باهي تخيل انت بدون علم الناس هذوما الكل يخرجوا البي سي ار من الديبو ريجيونال ويعملوا به دي تيست في معمل ويخرجوا 40 نتيجة نيجاتيف. يا توانسة يا ولاد سوسة يا مجتمع مدني يلي ما ريتكش معايا، ويعملوا ويخرجوا نيجاتيف. مدام نصاف نشكرها تحية لها من اللي ريكومونداسيون تاعها وراو في بالها اعلمناها بالملف هذايا انا وطبيبه هذه اللي ديجا كشفت الملف هذا، ونهار اللي تكلمت عملوا لها ديجاج من اداره الصحه الاساسيه. طبيبه كشفت كيفاش تهز البي سي ار والتيست رابيد وانا كنت موجوده. يا تونس بالحق شيء يوجع القلب. نورمالمون وقت اللي انا عندي 40 نتيجه نيجاتيف لازمني نعاود معناها انا اخطأت في اختيار لي كونتاكت، ولكن للاسف الشديد اعتمدوا هذه النتيجه والمعمل ما سكرش. يا قاسم الزمني زعما ما تكونش عندك علاقه، زعما مش انت اللي قلت لهم اعملوا للمعمل هذا؟ ان شاء الله لا، خاطر لهنا قضيه امن دوله وامراض واوبئه. شنو تحب نزيدكم؟ وقت اللي تدخل للديبو بالطريقه هذيك، وقت اللي فيه ناس غير مسؤولين، ومن بعد انت تتكلم 5 جمعات يحاربوا فيها، 5 جمعات نجمتوش تعملوا لي حاجه. نعاود لكم مره اخرى،
عندي قرار حماية مبلغ مفعل وتم إدراجي في الحماية الأمنية يا قاسم الزمني. كون قد المسؤولية وكون رجل المرحلة، وكان عندك الكوراج تخرج تواجهني، وكان عندك الكوراج انتي وياهم الكل تخرجوا تكذبوني في اللي قلته تو، وكل ورقة عطيتها لوزارة الصحة وكل ملف كشفته موثق عندي، تعرفوني نحكي بالوثائق. اي هي صاحبتي قاعده تقول لي اي صحيح صحيح، ولكن انتم كنتوا ساكتين على الشيء هذاك، كي انا تكلمت. اليوم يحبوا يحملوا المدير الجهوي للصحه مسؤوليه الشيء هذايا، واللي هو امر خطير جدا فيك يا سوسه. ونرجع الملف البورد اللي ديما نرجع له حبيته ولا كرهته. يا سيد رئيس الجمهوريه، يا سيد رئيس الحكومه، غدوه اي دوله اجنبيه تنجم تشكي بيك وتشكي بالدوله التونسيه. عندك أجانب تم توفوا على أرض تونس، عندك أجانب توفوا في ميناء سوسة ولكن دون علم المركزية ودون علم وزارة الداخلية ودون علم وزارة الصحة وتم إثبات ذلك. عندك كادافر لوحوهولك في مستشفى فرحات حشاد أجنبي عنده برشا جنسيات أجنبية، وقت اللي عرفوا اللي هو مريض ولازم يدخل للأنعاش خلوهولك في مستشفى فرحات حشاد، ورقد في الانعاش 3 جمعات ومن بعد تقيد بدون اسم، لقيناه وانا كشفتوا الملف هذاك. اليوم يا سيدي حياتي في خطر، اليوم اما ميسالش ما يهمنيش، اليوم خدمتي في خطر وتم منعي من ممارسة عملي على خاطر خافوا مني. اليوم اين المحامين الاحرار وين المجتمع المدني فيك يا سوسة؟ بالحق دمعتي ما تستاهلوهاش، مانيش باش نهبطها. اما نضطر اني نخرج لبرا وما نسلمش ملفي تقبل في اي دولة وما نسلمش ولن اتراجع. اليوم اللي عاملين بطاقة اضراب الاتحاد اليوم مع الفساد في تونس. اليوم قلبي دم على بلادي، قلبي دم عليك يا تونس وعلى وزارة الصحة اللي دمرتوها. اليوم قلبي دم على المريض اللي دوانه بيريمي وهو يمد في ايده في الشارع. المجتمع المدني لا وجود له في سوسة. صحيح نبكي خاطر قلبي دم، خاطر قلبي دم على صوت الحق وعلى مركزية الاتحاد اللي مش فايقة شنو عندها، ما همش فايقين. اليوم ناس متورطة في ملفات فساد كبيرة. اليوم أرشيف الدولة، ونخرج لكم المحضر الرسمي، أرشيف الدولة قالوا باللي هو تم إتلافه، ولكن يا توانسة لقيت أرشيف الدولة لمدة سنوات لقيت فيه مال منهوب كبير برشا، ولقيت فيه ضحايا أجانب مسكنات توفاو، ولقيت فيه أمراض معدية دخلت للدولة التونسية. وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول. لقيت فيه شحنات موردة للدولة التونسية باش يقتلونا بها. اليوم تحكيوا لي عن النفايات، كيفاش دخلت النفايات؟ شكون دخلها؟ اليوم النفايات المسؤول الأساسي على دخول النفايات هي مركز المراقبة الصحية للحدود والديوانة. قدمت إفادتي في الموضوع هذايا. اليوم كيفاش دخلت النفايات لتونس؟ مش العلم الاصفر اللي انا عييت نتكلم نقول راهو ثم علم اصفر، راهو ما تدخلوش نفايات، راهو ما تدخلوش شحنات، ما تدخلوش ماكله، ما تدخلوا حتى شيء يضر الدوله التونسيه. اليوم انا كمتفقد مركز المراقبه الصحيه للحدود، على فكره يا توانسه انا اول امراه تونسيه عربيه افريقيه اشغل خطه متفقد لمركز المراقبه الصحيه للحدود، ولكن كانت ضربة لهم قوية ما حملوهاش، قالوا كل شيء ولكن كشفتهم.
اليوم هناك ضرب للقانون الدولي، وضرب القانون 53، وضرب القانون 15 جوان 76، وضرب للقانون التونسي. اليوم يا اغفوا لبلادكم يموتكم خير. اليوم الإطارات الكل خرجت منك يا تونس، الإطارات الكل خرجت. علاش ما نلقاوش حظنا؟ اليوم تعدي عمرك تقرأ، عديت واحد بعد الباك عدى عمره يقرأ، ولكن تجي ناس مسخة حاشاكم، ناس مسخة تقولك ما تخدمش. علاش؟ خاطر خايفين من كسف الفساد. اليوم باش نسميهم بالأسماء على خاطر خرجوها الورقة في العالم ديجا موجودة. اليوم يا مروة ويا أحمد ما جيتكمش قلت لكم نظموا الديبو ريجيونال. علاش البيسيير يخرج كيكة، وعلاش التيست رابيد ضاع، وعلاش دواء بيريمي والكل. اليوم ما جيتكمش يا رشيدة قلت لك راهو ملفاتك الكل ضايعة وملفاتك مش مخدومة والريجستر نتاعك ماهمش مسجلين. اليوم نجم نذكركم خاطركم خرجتوا ورقة للعلن فيها أسماءكم، دونك الناس كل عرفتكم. اليوم ما جيتكش يا أميرة قلت لك شبيك ما قيدتش لي ديكلاراسيون اوبليغاتوار اللي ضاعوا الكل، قلت لكمش خرجوهم. اليوم ما نحيتونيش من البروغرام دو سوبرفيزيون باش ما ناخذش الكهرباء والشوفير ونخرج نعمل سوبرفيزيون وانسبكسيون. اخرجوا كذبوني. اليوم اوفريير وسكرتير وعاون استقبال يقولك ليه ما نجموش نخدموا. علاش؟ على خاطر نوال كشفت ملف الفساد. ما عادش نجم نقول حتى شيء اكثر من هكا. اليوم يا محسن يا حاج بيت ربي ما دخلتش 3 نتاع العشيه البيرو، نحيت الانترنت ونحيت لي كل شيء ونحيت لي خط التليفون. هذاك علاش اليوم صح في العريضه انت وبرشا عباد. وديني وما اعبد، وربي اللي خلقني، وراني انا مراه مش باش نفتخر بها، انا مراه مصليه من اللي عمري 11 من اللي ما زلت في الليسي. نعرف ديني ونعرف اموري الكل، ونعرف بالحق انه لازمني نشد الطريقه دي، ونعرف انه صعيب، ونعرف انه ربي معايا، وعندي قناعه كبيره انه ربي ما وصل خلالي الطريقه دي وشجعني اني باش نكون فيه كان انه بالحق داعمني ورايا. ما كنتش نجموا تطيحوني ومانيش باش نخرج من الاداره. واين الوالي؟ والية سوسه لها علم بكل شيء، والوالي السابق يا سي فتحي قماتي، الوالي السابق لسوسة طلب مني اني نسكت في ملف البرد، طلب مني وبعث لي مع ناس وكل شيء موجود، ما ينجمش ينكر. اليوم سامحوني طولت عليكم، اما اقفوا لبلادكم راهي مشيت، راهي مشيت، راهي بلادكم مشيت، الناس الكل تتفرج، انا وغيري رانا كعبتين. ولكن باش يجي نهار يعني ان شاء الله ما نقيسوش ونخرجوا حتى فيزا ونلقى روحي نخدم البرا، فيزا ونخرج البرا، وما نقعدش في بلاد قاعده نتهان فيها. انا اليوم قاعده نتهان، انا اليوم قاعده نتهان على خاطر عندي مريض تبركلوز يرقد في الشارع ونمطر تصب عليه. قاعده نتهان على خاطر لابوراتوار تبركلوز اللي موجوده في دياتي في سوسه سكروها عملوها مخزن. قاعده نتهان على خاطرني تكلمت. دموعي عمرها ما كانت دموع ضعف، اما العبد لازم يرتاح شويه ميسالش. ولكن نقوم لكم من الصباح اون فورم ونلبس ونمكيج ونجيكم ونتحداكم كيف العاده وكيما تعرفوني، ومانيش باش نقيس. حاربتوني في سبيطار اكودا ب 300 قريب 300 مليون دواء بيريمي، حبوا يوزعوه في المستوصفات وانا منعته. وسي محمد مفتاح اللي في وزاره الصحه يشهد ويعرف الكلام هذايا، وسبيطار مسروخ بجميع معداته، زيدوا كذبوني. سبيطار القلعه الصغيره
سبيطار القلعة الصغيرة يستعملوا في الأنابيب منتهية الصلاحية، وعندي بتحاليل المرضى اللي أصبح عنده تجلط واللي أصبح عنده نزيف. أنا كشفت الملف هذاك ومنعت المرضى من الموت. أنا منعتهم المرضى ذوك من الموت، وخديت فيه الجائزة الأولى لمكافحة الفساد. من بعد شنو عملتوا؟ كان عندكم آخر أمل لتمري هو وضعي في الميناء، ولكن خرجت لكم خاور حياة عمركم ما تعرفوهوش. نفايات بشرية بالفيديوهات وبالتصاور وبالوثائق، نفايات يتم دفنها في الدولة التونسية، نفايات تجي في دي كونتونير. كيفاش دخلت يا رئيس الحكومة يلي عملتوا برنامج باش تبيضوا رواحكم؟ قدمتوا إفادتي الرسمية في الموضوع هذايا. النفايات دخلت والعلم الأصفر موجود على نافير أجنبي للدولة التونسية. العلم الأصفر، وقاعدة نكرر، يعني هناك خطر يهدد الدولة التونسية. جويليا 2019 أنا برك ما صححتش. وبالفيديوهات النفايات كيف دخلت، وبالوثائق متاع الشركات كيف دخلت. انتم وقتها وينكم؟ بالقانون مركز المراقبة الصحية للحدود والديوانة عليهم إيقاف هذه الباخرة على بعد 4 كيلومتر من ميناء الدولة التونسية، وبالتالي ترجع النفايات هذه للدولة اللي جات منها. ولكن هذا الكل ما صارش، وهذا ما تم إثباته من إخلالات داخل ميناء سوسة. يا مجتمع مدني اللي عملت وقفة احتجاجية تساند في ناس، أما ما ريتكش معايا، لأنه الحقائق الكل أنا الوحيدة التي أملكها كمتفقد مركز المراقبة الصحية للحدود. يا سيد رئيس الحكومة أدعوك اليوم الاستدعائي، ويا السيد رئيس الجمهورية، ويا وزير الصحة، ويا مجلس الصحة بمجلس النواب، أين أنتم؟ تحكيوا اليوم عن النفايات والقمح اللي دخل لتونس، واللي أنا ديو ميرسي صورت وصوت وصورة كيفاش دخلوا، كيفاش الناس تقول ملا ريحة، وكيفاش الكل بالوثائق وبالدنيا الكل. اليوم نتاعهم باش يقصوا راهو عادي. اليوم الناس اللي طلبتني تسأل فيا على النفايات، وانتي كنت موجودة في جويلية 2019، هاني جاوبتكم، وراني بعثت لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كيف دخلت النفايات رسمي، كيف دخلت النفايات وشكون اللي دخلها، حد ما يبيض روحه. لن أسمح بذلك، لن أسمح إنكم تبيضوا رواحكم على حساب المواطن وعلى حساب الدولة التونسية. لن أسمح، ولن أسمح لأي واحد يوجه لي أي تهمة مهما كانت، وما كومش باش تنجموا. علاش ما تمشيش للبرلمان؟ البرلمان في باله بكل شيء، والنواب الكلهم يسمعوا فيها، وجماعة الإدارة الجهوية ووزارة الصحة والإدارة الفرعية للصحة الأساسية وليزانسبكتور والناس الكل والدولة والخارج وزملائنا في الخارج الناس الكل هاي تسمع فيها. هاني جاوبتكم الناس الكل شنو اللي ثم في تونس وشنو اللي ثم في سوسة. عايشك يا نجلة عويني، والله لا بكيتها خاطر حاجة، أما بكيتني القهرة وبكيتني إنه مريض يبكي وإنه مريض يمد في إيده والناس تتفرج. هذاك هو اللي بكيني، ما بكتنيش حاجة أخرى. علاش ما يستدعيكش حمزة البلومي؟ حمزة البلومي ألا جاب ملف النفايات يعرفني ويعرف ملف ميناء سوسة، قدامه ملف ميناء سوسة ماهوش بعيد عليه وموجود تحقيق. سامحوني طولت عليكم، وأتمنى إنه رسالتي وصلت للمركزية النقابية، وصلت لوزارة الصحة، ووصلت للمدير كهيئة مدير الإدارة الفرعية للصحة الأساسية والمدير الجهوي للصحة،
والواليات سوسة والناس الكل. أتمنى اليوم إنه التوانسة يكونوا اليوم صوتي وصوت كل واحد نظيف. ويا مدام وفاء يلي صححت، يلي مازال لك عام ولا عامين على روتريت، كنت أتمنى حفظ الوجه منك ومن زميلتك اللي معاك في البيرو مدام اسمها هين، خاطر مازال لكم من با روتريت وتعرفوا اللي أنا على حق، وانتم بيديكم تشكيتوا من الحوايج هذه، ولكن ما عندكمش الشجاعة اللي تخدموا في الإدارة كاملة باش تتكلموا باش تواجهوني في وجهي. اليوم دخلت البيروية ما نجمتوش تواجهوني، هربتوا الكل، ودخلت البيروية وخرجت منه الكل وما زلت، وباش نصبح نخدم وباش نكمل لكم ريت الويكاند هذا، نكمل لكم جميع الشكايات والملفات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاسم لكل واحد متورط وكل واحد عمل حاجة، وراني مانيش باش نستسلم ومانيش باش نتراجع التالي. وتونس راهي متاعنا بالسيف عليكم، بالسيف على كل فاسد في الاتحاد، وبالسيف على كل تونسي فاسد، للأسف نقول تونسي، وبالسيف على كل واحد في الوزارة فاسد، وراني نتحداكم الكل. وإن شاء الله اليوم يكون عنا ناس بالحق تحب بلادها، خاطر راهي اليوم واسعة وغدوة ضيقة. سلام عليكم ويعطيكم الصحة. وموا ثم برشا نفس الوجوه قاعدة نرى فيها توا في اتونسيون، راهو تم ادراجي في الحمايه الامنيه على خاطر تعرضت للتهديد، وثم شكون دزوني وقالوا لي اسكت خير المره الجايه كلمناك، المره الجايه تشوف شنو نعملوا لك. والحق الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد تدخلت في الموضوع هذا وتم ادراجي في الحمايه الامنيه والكل، وان شاء الله كان الخير يا ربي. ورانا لن نستسلم، وتونس متاعنا ونهاركم زي، ونتمنى انه هذه البارتاج يوصل برشا، خليه يوصل، خاطر يظهر لي سيد رئيس الحكومة ما في باله بحد شيء. لأنه كيف راك يا سيد رئيس الحكومة كي حليت ملف النفايات وكيف نحنا التحقيق يسأل فينا على النفايات، نورمالمون تنادينا نحنا نعرفوا الحقائق، واحنا نقولوا لك شكون، واحنا نوريوك اتفاقية باماكو، واحنا نوريوك تونس على شنو صحت عام 91، واحنا نوريوك القانون الدولي و53 والأمر العالي و76. أنا كمتفقد مركز المراقبة الصحية للحدود نوريك ونعاونك ونوريك الدولة التونسية كان تحب تصلح. سلام.